شفتش؟ تعالى تعالى هوب. خناقه اللي كانت ما بين زوجات الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر طبعا، وتضارب في الاقوال يعني. هي قالت ضربوني وجم عليا اللي هي دان، والاقوال بتاعت المحامي الناحيه التانية ان هي استفزت بنت الكابتن حسام حسن، فالخناقه دارت ما بينهم. حاجه صعبه طبعا، وحاجه يعني ايه، مأساة، والراجل أغمى عليه، وحاجة يعني إيه وإيه، استرها يا رب علينا جميعا من الفضايح. أنت طبعا قعدتي تقولي مالكش غير يا حسام، بص لي يا حسام، اقفل صدرك يا حسام. انتوا اتحسدتوا يعني. بس اللي انا ملاحظه عموما يعني ان ايه، الغالبيه العظمى يعني فرحانه في دان. أنا مش عارف فرحانين فيها ليه، بس يعني ايه، حاسين ان الدنيا افورت ووسعت منهم في الاخر. فيعني ايه، ناس كتير مش يعني مش راضيه عن الموضوع، وحاسين ان لا ده كده كتير، واللي بيحصل ده اوفر على السوشيال ميديا. بعد كده ننتقل الى حفله النمبر 1، حفله محمد رمضان. يعني الدنيا برضو امبارح هجت ومجت، وكان في لقطات كتير من الحفله ان في بنات بتحاول تنجو بحياتها، حاجه شبه تايتانيك كده. بيغرقوا تحت، الجمهور بيغرق، والنمبر 1 واقف فوق يعني ايه، ينظم الحفله وينظم المرور. وناس قالوا تحرش، ناس ما قالوش تحرش، وطلع تقريبا في كان بيان من الداخليه ان مفيش تحرش، ده تزاحم وبتاع، والدنيا ايه، ما كانتش احسن حاجه يعني. وطبعا طلع النمبر 1 قال ايه، في نظريات مؤامره، وفي عايزين يبوظوا حفلتي، وعايزين يدمروا فرحتي. لكن في النهايه الحمد لله ايه، ولكن الله سلم، والموضوع ايه، عدى على خير، والحب جاني جاني خدني ورماني. واخيرا وليس اخيرا، الانترفيو اللي هو بتاع هشام وليلى وانس. طبعا من امبارح بقى والناس عماله تقول هشام نرجسي وهشام بتاع، وطلعوا الواد وحش ومتكبر ومغرور ومش. انا شايف ان السبب بصراحه انس. ليه بقى؟ لان ايه، انس سالهم اسئله عميقه، فهشام رد بردود عميقه، الدنيا باظت. نزلوا يجربوا عمق الميه، غرقوا كلهم. فطبعا ايه الدنيا. بس انا يعني عندي حاجه، عشان انا دول لسه بالنسبه لي انا صغيرين وشباب وكده، وانا بحبهم، بحب ليلى جدا. يعني بالراحه عليهم يا جدعان، بالراحه عليهم دلوقتي. طب هو الواد طلع نرجسي، احنا هنعمل ايه يعني؟ انتوا متخيلين ان ايه اللي هيتم؟ هنكلم احمد زاهر نقول له ما فيش حاجه يعني، خلاص هو يمكن خانوا تعبير، يمكن بيتكلم بطريقه ما كانش مرتاح، ايا كان. وبعدين هم لسه صغيرين والله، لسه ده لسه الحياه يا لهوي يا لهوي. يعني ما ينفعش انت تبقى واحد كبير ناضج عاقل بتقارن ردودك في مواقف زي دي بردوده هو. ما هو لسه صغيرين، لسه صغيرين، لسه هيكبروا وهيشوفوا وهيتعلموا، وربنا يوفقهم ويبارك له. البنت حامل. احنا هنعمل ايه؟ هنرجع الموضوع ازاي؟ لا ربنا يوفقهم بجد يا رب. ربنا يوفق اي اتنين صغيرين لسه متجوزين. الحياة صعبة، وبقت صعبة، ما بقتش زي الاول. فيعني ربنا يسترها علينا جميعا. شكرا، سلام عليكم.